ولأول مرة على شاشة قناة القاهرة. Hi, welcome to the ALICE experiment. We are now about 50 meters underground and I'm standing in this huge magnet where the ALICE detectors will be installed. And it will all happen just below my feet when atomic nuclei traveling at nearly the speed of light will smash into each other to generate what you might call a mini Big Bang. Indeed, we are going to create temperature over a small volume of the size of an atomic nucleus, which will exceed by 100,000 times the temperature in the core of the sun. الفيزيائي الأستاذ الدكتور عبد الناصر توفيق، عضو المجلس الأعلى ورئيس الفريق المصري المشارك في تجربة آليس المصادم الهادروني الكبير لمعرفة نشأة الكون في سيرون بسويسرا. تجربة آليس نشاط عالمي يشترك فيه ما يزيد عن 2000 عالم ومهندس من حوالي 40 دولة حول العالم. التجربة بتتم عن طريق تصادم الأنوية عند درجات حرارة عالية في المصادم الهادروني الكبير اللي مكانه في جنيف. مصر تشترك في تجربة آليس منذ عدة سنوات. وقعنا مذكرة تفاهم بين الفرق المصرية والمركز الأوروبي للأبحاث النووية، والحمد لله أنا كان لي الشرف أن أكون المسؤول عن فريق العلم المصري المشارك في التجربة. عن تجربة آليس وعن الفيزياء بشكل عام هنتكلم بشكل واضح وشكل مفصل في برنامج علماء من بلدي. دكتور عبد الناصر توفيق. موعدكم وعلماء من بلدي الثلاثاء 9 مساء على شاشة القاهرة. لو بتحب بلادك، لو خايف على بكرة، حافظ على ثورتك، شارك في صناعة تاريخ مصر، عبر، قول رأيك، دستور ثورتك هيكمل مشوارك، شارك في الدستور.
الحياة غير لما تبقى الجنة موجودة في أرضها. مصر اللي بتضمنا نبض الحياة دمنا نوهب عشانها حياتنا لو كنا بنحبها. مصر اللي بتضمنا نبض الحياة دمنا نوهب عشانها حياتنا لو كنا بنحبها. شبكة قنوات المحروسة قناة القاهرة تقدم علماء من بلدي بعد قليل. كل عام وأنتم بخير. فاتت سنة 2013 ومع سنة جديدة 2014 بيتولد بكرة اللي معاه أماني وأحلام يقدر يحققها علماءنا المصريون، وتستمر رحلتنا معا ننعم بنور العلم وبهجة المعرفة حتى يتحقق الأمل، الحلم في غد أفضل يستحقه كل إنسان يعيش على أرضنا الطيبة. علماء من بلدي 2014 عام جديد على شاشة القاهرة. والعالم الفيزيائي الأستاذ الدكتور عبد الناصر توفيق عضو المجلس الأعلى ورئيس الفريق المصري المشارك في تجربة آليس المصادم الهادروني الكبير لمعرفة نشأة الكون في سيرون بسويسرا. معكم وعلماء من بلدي الآن. اهلا بكم اعزائي المشاهدين ولقاء متجدد وعلماء من بلدي. النهارده معانا عالم استاذ جليل متخصص في علم من العلوم شويه طبعا مزعج للناس بتوع الثانويه العامه، لكن اعتقد بالنسبه له هو كانت المساله مختلفه. بنرحب مع حضراتكم بالاستاذ الدكتور عبد الناصر توفيق استاذ الفيزياء والرياضيات الهندسيه ضيفا معنا في علماء من بلدي. اهلا بك يا فندم. اهلا بيك حضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ما ننساش زميلنا العزيز الاستاذ ابراهيم شكري الفنان الجميل. منتظر لمساتك الجميله ان شاء الله في نهايه اللقاء. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. دكتور عبد الناصر مرحب بيك. اهلا وسهلا. الفيزياء دي يعني عقده الثانويه العامه كانت بالنسبه لك ايه في الثانويه العامه؟ كان املي ندرس فيزياء من الاعداديه. من الاعداديه؟ كنت مبادئ الفيزياء يعني كنت مقرر ادرس فيزياء وادخل كليه العلوم من الاعداديه. ده قرار بدري قوي. بدري قوي. حبيت الفيزياء كده يعني؟ لدرجه انه كان في خناقه اثناء بعد الثانويه العامه يعني مع الاهل يعني ليه علوم وليه فيزياء مش كليه ثانيه يعني. لكن واضح ان الحب كان شديد يعني لدرجه انه هو ده اللي تم يعني. ايه السبب في الحب؟ اشمعنى دي بين كل المواد الرياضه والكيمياء والجيولوجيا؟ لانها في يعني على الاقل في الفتره دي كان تصوري عنها انها العلم اللي بيشرح الظواهر اللي حوالينا، اللي بيفهمنا احنا فين وعايشين ازاي.
فهم يشرح لنا كل الظواهر ويقدم لنا تفسيرات على اللي مش قادرين نفهمه. هل كانت المسألة مدرس؟ طبعا كان في مدرس يأثر فيك؟ كان مدرس. فاكر اسمه؟ لا زلت أذكر اسمه. اسمه ايه؟ الأستاذ أحمد من طهطا في سوهاج. كان حببك في الفيزياء؟ هو كان أستاذ الفيزياء والكيمياء بشكل عام، لكن كان ميله أكتر، واضح إنه للفيزياء أكتر يعني. ممكن يكون كان متخصص برضه يعني. ممكن ممكن حسيت إنها مستقبلك في الفيزياء؟ يعني لم أتصور لي مستقبلا إلا في التخصص ده يعني. طب بعد ما درست ووصلت لأستاذ دكتور في المجال، لو رجعنا بالزمن كنت برضه تختار فيزياء؟ طبعا أكيد. يعني في البداية أصلا أنا من جيل تربى على حب شخص مميز جدا على الفترة اللي كنت فيها في الدراسة، هو الدكتور فاروق الباز. فكان اسم فاروق الباز اسم لامع في مصر يعني، لكن كان بيدرس الفلك والأجرام السماوية والقمر وغيره يعني. أنا بالنسبة لي كان مجرد كان بالنسبة لي فكرة العلم، فكرة النجم العالم يعني. فتصورت إنه لا، أنا هدرس فيزياء بس مش هدرس فلك، أنا هدرس فيزياء وهدرس فيزياء نووية. ده كان تصوري من البداية يعني. طب يعني الناس زمايلنا وأولادنا اللي في الثانوية العامة المرعوبين من الفيزياء، من الفيزياء وعاملين لها 1000 حساب، تقول لهم إيه؟ لا، ما هو اصلي هي ميول واستعدادات يعني. هي في الاخر لو حد حاول يفهم هيتصور او هيدرك ان الفيزياء علم بيقدم له اجابه عن اسئله وحلول لمشاكل ممكن اي علم اخر ما يقدرش يعني يصارع الفيزياء او يجاريها في ذلك يعني. احنا على ابواب الفيزياء وهنخش بقى ونعرف التفاصيل جوه، لكن قبل ان ندخل احنا معنا تقرير صغير نشوف مع حضراتكم ثم نعود. تتابعون الآن السيرة الذاتية للعالم الأستاذ الدكتور عبد الناصر توفيق، أستاذ الفيزياء والرياضيات الهندسية، مدير المركز المصري للفيزياء النظرية. في بني عمار محافظة سوهاج كان الميلاد في 22 من يونيو عام 67، وبجامعة أسيوط يحصل على درجتي البكالوريوس في الفيزياء الBSc بامتياز مع مرتبة الشرف عام 89، والماجستير في فيزياء الطاقات العالية عن دراسة التفاعلات النووية غير المرئية عام 93. وإلى الجمهورية الألمانية المتحدة يتجه في بعثة علمية إلى جامعة فيليبس ماربورغ لينال الدبلوم الفيزياء في الطاقة العالية عام 95، ويحقق درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم عام 99. أما دكتوراه العلوم الDSc أعلى الدرجات العلمية فيحقق درجتها بجامعة أوزبكستان الوطنية عام 2012. العالم الشاب الأستاذ الدكتور عبد الناصر توفيق، أستاذ الفيزياء والرياضيات الهندسية، عمل محكما ومراجعا في عدد من هيئات التحرير للدوريات العلمية الدولية، كمجلة العلوم التي تنشر مقالات مترجمة من المجلة الأمريكية، ومجلتي لغة العصر وعلوم الكمبيوتر، وهو صاحب المقال الافتتاحي في مجلة العربي العلمي تحت عنوان التسونامي لم يقتل حيوانا في العدد الأول لإصدارها. ومن المؤلفات العلمية عن الفيزياء بشكل عام له 9 كتب، نشر 2 منها في أوروبا، وقام بنشر حوالي 75 بحث علمي وما يزيد عن 100 مقال فيما يخص الفيزياء مجال التخصص.
الفيزيائي الأستاذ الدكتور عبد الناصر توفيق يشغل من المناصب حاليا مدير الأبحاث في المختبر الدولي بجنيف بسويسرا، والمدير التنفيذي للشبكة المصرية لفيزياء الطاقات العالية، والمنسق العلمي لفيزياء الطاقات العالية والفيزياء النظرية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الروسية الاتحادية، والمدير المؤسس للمختبر الدولي لعلوم الفلك وفيزياء الجسيمات الأولية، وعضو المجلس الأعلى ورئيس الفريق المصري المشارك في تجربة آليس المصادم الهادروني الكبير لمعرفة نشأة الكون في سيرون بسويسرا. علماء من بلدي 2014، عام جديد على شاشة القاهرة. اهلا بك يا دكتور. يعني احنا مصطلحات ضخمه يعني تستعصي على فهم الشخص العادي، هنحاول نفهمها يا دكتور مع حضرتك. وانا هحاول يعني برضه يعني حضرتك رئيس الفريق المصري المشارك في تجربه آليس المصادم الهادروني الكبير في سيرن بسويسرا. ايه بقى تجربه آليس دي وايه المصادم الهادروني؟ المصادم الهادروني الكبير هو يعني آلة ضخمة بتشغل نفق موجود على عمق 100 متر او اكتر من تحت سطح الارض. يعني النفق ده طوله هو دائره طولها او محيطها يعني 27 كيلو متر. في 27 كيلو متر بيتم تعجيل الجسيمات الصغيره الى سرعات عاليه جدا، وفي مناطق معينه بيتم السماح للجسيمات دي بينها تتصادم مع بعض. الانشطار النووي اللي بيسموه، فبيحصل فيها الانشطار النووي او تحول الطاقه لكتله او ماده. فهي آليس دي نقطه من النقط اللي بيتم فيها التصادم من 4 نقط مهمين على طول الدايره. آليس اختصار لاسم باللغه الانجليزيه بيعني التجربه التي تتعامل مع الانويه الثقيله. عناصر الثقيله. فالاسم آليس كادميوم والراديوم بالظبط. فالاسم آليس بيدل على برضو ان علماء الفيزياء عندهم برضو ثقافه ادبيه يعني، فعارفين آليس ووندرلاند وآليس والتفاصيل دي، فجاي كده آليس في بلاد العجائب بالظبط كده. فعشان كده حولنا الاسم بحيث يحمل معنى. كان دخلت في نفق برضه وحاجات كده بالظبط كده. بالظبط كده. فهي آليس مقصود بها تجربه من التجارب تتعامل مع تصادمات الانويه الثقيله. هي لازم اللي تحت النفق ده اللي تحت 100 متر دي حاجات قياسيه يعني، ما ينفعش يبقى اقل من كده، ما ينفعش يبقى على سطح الارض مثلا، ولا ده نوع من التامين ولا ايه؟ هو لاسباب كتيره، اهمها انه المغناطيس اللي بنستعمله على الماكينه دي من الشده بحيث ما ينفعش على الارض. لو بقى فوق الارض مش هيكون عندنا اي عربيات تقدر تمشي في المنطقه اللي حواليه. هيجتذب الحديد، اي حاجه حديد هتلزق فيه. ضخم جدا، فبنحطه تحت الارض 100 متر 100 متر على الاقل تحت الارض يعني. على الاقل. فهو في مكانه في سيرن سيرن كمصطلح اتذكر في التقرير ده، مختصر برضو لمصطلح يعني المركز الاوروبي للابحاث النوويه. وده مكانه في جنيف في سويسرا، على الحدود بين سويسرا وفرنسا. 26 كيلو 27 كيلو 27 يعني دايره 27 كيلو. لازم دايره مش مجرد مسافه، لانه الحركه دايره مستقيمه يعني بمعنى منتظمه يعني. طبعا دايره منتظمه، لانه ما ينفعش كانها معموله ببرجل يعني. لا بالظبط، لازم تبقى برجل، لانه اي انحراف في شعاع حضرتك في التقرير ممكن يبان. بيمشي في انبوبه صغيره البارتكل ده، فاي انحراف في الشعاع ممكن يعمل كارثه يعني. ده شعاع صغير جدا، ضخم جدا، يمشي في انبوبه صغيره جدا، في واحده من الانبوبتين دول. واحده من الانبوبتين دول، واحد فيهم بيمشي يمين والثاني بيمشي شمال عكس بعض، وبعدين في لحظه بيخبطوا بعض، يحصل تصادم في لحظه، تحول الطاقه لكتله. فبنشوف احنا الجسيمات الصغيره اللي احنا بندور عليها دي الهدف من التجارب دي كلها. ايه الجسيمات الصغيره اللي بتدور عليها بقى؟ دور على مواد معينه ولا ندور على اصغر ماده للماده، ودي في التقرير بيتكلم عن اصغر حاجه نعرفها للماده، اللي هم العدد ده اللي هو 4 في 3 ب 12 نوع، وبعدين بيضيف لهم انواع ثانيه. دول بيكونوا بعد كده الجدول الدوري اللي موجود في الصوره دي.
يعني احنا هنتكلم عن الوحدات الاساسيه للكون، وده الهدف الاساسي في كل الوحدات الاساسيه للكون. يعني كانكم تبحثوا في نشأة الكون في الاساس في الاساس هو يعني ممكن تشرح لو يحتاج شرح ان احنا نقول عليه يعني هم المكعبات دي هي المكونات الاساسيه اللي احنا نعرفها حاليا. الرموز دي يو دي سي، دي مكونات اساسيه، منها تتكون الذرات ومنها تتكون الجزيئات ومنها تتكون الاجسام الكبيره. بالظبط، اختلاف رقمي معين. بالظبط كده، بالظبط كده. فالهدف الاساسي ان نفهم الاسس اللي تتكون منها الماده، لانه ده بيدينا فهم اكتر لنشأة الكون نفسه. بيقولوا الحديد ما تكونش على الارض، تكون في مجرات اخرى وجنه. ده على اساس ايه يعني؟ على اساس انه اللي موجود في الكون نعرفه هو الانواع الخفيفه، زي الهيليوم، زي الهيدروجين، الانواع الخفيفه. وعشان تبقى انويه ثقيله لازم يحصل لها اندماج نووي، مش انشطار نووي، اندماج يعني النواتين يدوبوا في بعض. بالظبط، يدوبوا في بعض ويعملوا نواه اتقل واتقل. حاجه كتير جديده. فده متاح، الاليه دي نفهمها لحد الحديد. نقدر نقول ان والنجوم هي على فكره هي مصانع الانواع الثقيله، مصانع الانواع الثقيله. الحديد مش يعني في اي نجم ما نقدرش نوصل لآلية لطريقه تكونه في المجموعه الشمسيه كلها. يعني درجه الحراره في المجموعه الشمسيه في الشمس او المجموعه الشمسيه ما تصلش انها تكون حديد. لا يمكن. اذا هو كان خارج كمان المجموعه الشمسيه، لابد ان يكون من خارجها، يعني مسافات مهوله. بالظبط كده. فهو الحديد لا يمكن يكون يتكون في المجموعه الشمسيه. عشان كده القرآن بيقولوا أنزلنا من الحديد أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزلنا إنزال يعني نزل على الأرض. ده حقيقي. سبحان الله العظيم. عشان كده بنحب الفيزياء يعني. لأنه تفسيرات لحاجات بالظبط كده. ده إيه علاقة ده بعمل القنبلة النووية اللي هي رعب العالم يعني؟ القنبله النوويه بتعتمد على انشطار مش اندماج. يعني النواه تقيله تتقسم، فهو تتقسم. اللي احنا بنعمله ده يعتبر ايه اللي احنا لسه فاهمينه دلوقتي، بتاع الدايره بتاع سويسرا دي بتتكلم عن لا بتتكلم عن اسس لا دي ولا دي، بتتكلم عن اسس الدنيا، اسس البدايه، اسس الماده متكونه ازاي. فاذا اتكلمنا عن الاندماج في موضوع تكون الانواع الثقيله في النجوم اللي حضرتك شرحتها بخصوص الحديد وغيره، القنبله الذريه تعتمد على انشطار نواه ثقيله زي اليورانيوم، ولما تنشطر بتكون نواتين صغيرين، ويبقى في فرق في الكتل بين الكون والاصل. الفرق ده يتحول مش من زي ما قلت قبل كده كتله من طاقه لكتله، هيبقى دلوقتي من كتله يتحول لطاقه، فتبقى طاقه رهيبه. بقياسها بالمقياس خرافيه رهيبه يعني. هتحسب بالمعادله المشهوره لاينشتاين، يساوي اي يساوي ام سي سكوير، معروفه يعني، اللي هو الكتله بتساوي حاصل ضرب الكتله في مربع سرعه الضوء. فلما اي كتله تضرب في مربع سرعه الضوء يدينا التحول من كتله لطاقه. فعشان كده تبقى وبرضه بتحتاج الدايره اللي هي تحت الارض دي؟ لا مش هتحتاج، مش قوي يعني، مش هتحتاجها قوي. احنا بنحتاج حاجه اسمها النيوترون، اللي هو جزء او يشبه الالكترون يعني في جوه الذره، بس بيكون ليه طاقات صغيره جدا. يعني مجرد انه يلمس اليورانيوم اكنه مستني يعني على تشويره. بالظبط، متنشط جدا يعني، فمستني اللقطه دي. طب يعني الماء الثقيل بقى اللي في المفاعلات النوويه ده ايه كان بيعمل ايه؟ تبريد؟ الماء الثقيل ده لنقل الحراره اللي بتتكون، يعني لما يحصل انشطار يمتصها هو فيبقى امتصاصه هو اسهل من الماء العادي. وبالتالي هيتم نقل الحراره من قلب المفاعل لمنطقه التربينات وغيره. عشان كده بيخافوا قوي لما تحصل مشكله في ما يكونش عند مستوى معين او حاجه معينه. طبعا هو لو دخلنا في موضوع المفاعلات النوويه لابد من توفر اجراءات امن وسلامه عاليه جدا، لانه موضوع لا يقبل الخطا يعني. في مشروع أليس توصلتوا لايه؟ احنا بندرس حاله من حالات الماده بيكون فيها الذره بتتفكك، وتتفكك كمان النواه بتاعت الذره النواه كمان بتتفكك وتكون يعني حاله بتتفتت بالظبط. ففي الحاله دي احنا حاليا بنفهمها بشكل كويس جدا، ودي تعتبر مرحله من المراحل اللي عاشها الكون في بدايته. فكده احنا عندنا طريقه نقدر نفهم بيها مرحله من مراحل عمر الكون الوليد
المرحله ما كانت طبيعه الماده كانت عامله ازاي؟ كانت بالظبط زي كده حسب ما تصورنا يعني. ففهمنا للماده دي البدايه وفهمنا لخواصها بيدينا برضو انطباع على ما حدث في الكون في بداياته يعني. معنى كده ان الماده دي بقى ده مع سنوات ملايين السنين اللي مرت عليها تغير شكلها بالظبط كده. ما هو ده اللي حصل. ما احنا دلوقتي احنا بنعمل العكس يعني. احنا بناخد الموجود عندنا ونرجعه لاصله. فاصله كان فين؟ هو كان اللي بنتكلم عنه دلوقتي حاليا. على مدى ملايين السنين زي ما حضرتك قلت بتتحول الماده اللي بنتكلم عنها لنواه، والنواه بعدين يلف حول الالكترونات تبقى ذره، وبعدين الذره تاخد لها جنبها ذره ثانيه تبقى جزيء، والجزيء ياخد جزيء ثاني يبقى بعد عضو معين وبعدين يتكون وهكذا. ده له علاقه بقياس عمر الارض؟ طبعا. ازاي؟ عمر الارض بشكل عام احنا بنقدره بحوالي 4.5 مليار سنه. 4.5 مليار سنه. وعمر الشمس حوالي 5 مليار سنه. اكتر شويه. عشان كده تعتبر المجموعه الشمسيه يعني من الاجرام السماويه الشابه لسه شابه بصحتها يعني. لانه يعني متوسط عمر الكون في تصورنا حاليا بيقرب من 14 مليار سنه. ففي يعني في حوالي مثلا 10 مليار او 5 مليار سنه قبل الشمس ما كانت موجوده كان في كون. فده من خلال شكل المواد الموجوده حاليا والموجوده في الارض نقدر نتكلم عن عمرها يعني. ونفس الكلام بالنسبه للشمس يعني. نقدر نقدر كمان الشمس هتعيش قد ايه تاني من خلال عمليه تقريبيه بالظبط بشكل تقريبي. هي الشمس بالنسبه لنا مجرد فرن كبيره جدا، فرن ضخمه فيها طاقه وفيها وقود بيتحرق. لو الوقود ده خلص الفرن خلاص انتهى. هي الفكره كده بتبقى بسيطه. عشان كده بتقول انت في شبابها دلوقتي الشمس بالظبط. بتعتبر عمر يعني كانها في منتصف العمر. في منتصف العمر تعتبر حاليا. فات منها 4 يبقى فاضل لها كمان 4 مثلا. ممكن يكون فاضل لها كده يعني في نفس الارقام دي. علاقه الكربون بقياس عمر الارض؟ ما هو الكربون هو الماده الاشهر والاكثر انتشارا لقياس عمر الارض. الكربون بيتكون منه اكثر من يسموه الايزوتوب او نظائر الكربون. بعض النظائر دي بيبقى لها عمر معين بتنشطر طبيعيا، دي معروفه دي عن الكربون. فمن خلال نسب النظائر دي الموجوده في الارض نقدر نعرف العمر قد ايه، مر قد ايه، نقدر نحسبها بطريقه معينه. وده ممكن نحسبها برضو في تكوينات زي مثلا تكوين الاثار بتاعتنا، الاثار القديمه نقدر نعرفها قد ايه يعني. والموميات نقدر نعرف منها ده، نقدر منها ده يعني. رغم ان بالقياس لعمر الارض يعني ايه 5 6 7000 سنه يعني او 10000 سنه ولا حاجه طبعا. لكن ممكن لانه الوقت عشان ينشطر فيه الكربون مش طويل. لكن نقدر نحسبه مثلا ونقدر نستعمله في الحديث عن اعمار بعض الاثار الموجوده او حتى الموميات يعني. يعني مساله انه حاجات للإنسان الأول اللي بقاله مثلا في ناس اكتشفوا مومياوات أو مش هياكل عظمية أو كده من 10,000 15,000 سنة مثلا، برضه بتحدد بهذا الأسلوب. أسهل يعني أكتر أسلوب دقيق هو أسلوب الكربون المشع. الكربون المشع. حضرتك قلت نظائر ومش نظائر، ايه النظائر المشعه وايه العناصر المشعه وكده؟ ما هو كل عنصر الكربون بالنسبه لنا بيتحدد بعدد معين من البروتونات جوه النواه. وبالتالي عدد معين من الالكترونات اللي حواليها. فكده خلصنا من الموضوع ده. لكن ممكن النواه تستحمل جزيئات ثانيه اللي هي بيسموها النيوترون غير مشحونه. عشان كده بتحول من بيبقى له اكتر من نظير. فيبقى الكربون ليه نفس خواص الكربون من الناحيه الكيميائيه. لكن اتقل شويه. لكن اخف شويه. لكن من ناحيه الكيمياء شكله كده ناحيه الكيمياء بتتحدد من خلال المدارات بتاع الالكترونات. الالكترون والنواه هي دي الكيمياء. يعني الكيمياء بتدرس الذره بس. يعني علم الكيمياء بيقف عند الذره، ما يقدرش ما بيدخلش في تفاصيل اكتر واكتر يعني. اخفها الهيدروجين طبعا اخف ذره الهيدروجين نواه الكترون واحد بره. الكترون واحد. الاكسجين نواه واثنين الكترون. الاكسجين 8 الكترونات. وبالتالي 8 بروتونات جواه. كل ما العنصر تقل كل ما اللي حواليه ده زاد. طبعا. والتوزيع توزيع كذا مدار بالظبط، مدارات محدده يعني مش اي عدد يلف اي عدد يعني، ليها قواعد يعني.
او العناصر المشعه بقى كام بيبقى عدد اكبر جدا. احنا بنتكلم عن مثلا اليورانيوم مثلا بيبقى 230، يعني في 230 الكترون. طبعا في مدارات مختلفه. في مدارات مختلفه فتلاقي هيصه نشط جدا جدا جدا. فعشان كده بيبقى سهل جدا ده ينشطر، يعني يعني استقراره مش قوي. بيتلكك بالظبط، هو بيتلكك بالظبط هو بيتلكك. طب العنصر نفسه المشع ده طبيعته في الارض برضه ممكن يضر اي انسان لو قرب منه؟ حتى لو هو صخري كده، حتى لو هو صخري. بس هو العناصر الكبيره بيبقى تركيزها في الصخور ضعيف، او تركيزها في الارض صغير. عشان كده بتكلم عن يعني عمل مناجم لاستخراج اليورانيوم عمليه صعبه، لانه كميته في الارض قليله جدا محدوده. وعشان كده الناس اللي بتدخل في برامج لتخصيب اليورانيوم مقصود بيها برامج زياده نسبه اليورانيوم. يعني مقصود بيها كده، يعني هو نسبته صغيره، يعني جايب كتله كده صخريه مثلا فيها 4-5 ذرات، بالنسبه لي مش مفيدين. ذرات او بقول كده، خلينا نقول كده تقريبا او 4-5 جرام مثلا، نص كيلو مثلا في كتله مثلا 20 كيلو، يعني بالنسبه لي مش مفيده. انا كواحد عايز يشتغل في مفاعل نووي او سلاح نووي، فبعمل ايه بقى؟ اضطر ادخل في عمليات لتخصيبها، يعني ازود نسبها. ده الدخول ده كيميائي ولا دخول ازاي؟ يعني عشان انا ادخل اعمل العمليه دي هدخل في التخصيب. طيب انا هتكلم عنه رغم انه يعني مش مجال، لكن انا عندي فكره. هو التخصيب اولا ما فيش كتاب بيتكلم عن التخصيب، يعني مش موجود في تقرير علمي يتكلم عن التخصيب نهائي. انه يعتبر اسرار دول والاسباب العسكريه المعروفه، يعني ما حدش يعرف يعني التخصيب يتعمل ازاي، على الاقل الطريقه تتعمل ازاي. لكن نعرف نقول لو في خطوره على حضرتك ما نتكلمش. لا خالص، ما فيش. انا ما بشتغلش في اي برنامج من يعني اللي زي حضرتك بنخاف عليه يعني. لا الله يخليك، ما فيش اي مشكله خالص. لكن احنا على الاقل معروف عندنا اكثر من 12 طريقه للتخصيب. لكن ازاي التقنيه تتعمل؟ يعني في طريقه منهم مشهوره جدا، هي طريقه الطرد المركزي. ودي بيتكلم مثلا دي اللي حاليا المفاعل الايراني مثلا الايران بيستعملوها. الطرد المركزي كم لفه انا ما اعرفش، كم سرعه اللف انا ما اعرفش. المحلول اللي يتعمل عشان يتحط في جوه الانبوبه اللي عاملها طرد مركزي انا ما اعرفش. فهم الايرانيين بيعملوا ايه؟ بيجربوا لغايه لما يوصلوا الطريقه، وبعدين يبقى عندهم العلم بقى. يعني مساله اجتهاديه طبعا، مش علم متاخد وبيتطبق. ما هو ما ينفعش الناس المبادئ اتخذت. احنا عارفين المبادئ، كل الدنيا عارفه المبادئ بمنتهى البساطه. انا عندي مثلا انويه مختلفه في الوزن، فلما لو عملتها جوه جهاز طرد مركزي هفصلهم بمنتهى البساطه. لو زي الطراد بتاع العسل النحل، زي كده بالظبط، اللي في الخليه تلف كده العسل يخرج بره، زي اي معمل بتاع تحليل دم بيعمل كده في مصر. او فراسه اللبن مثلا، او فراسه كده تروح فاصله القشطه عن نفس الاليه عن اللبن، او نفس الفكره يعني. في طرق تانية، طرق تعتمد على الكيمياء، انه بندوب المحلول ده في محلول كيميائي وبعدين نفصل بطريقه معينه. يعني عايز اقول الطرق الى حد ما معروفه، لكن الاليات هي اللي الدول بتجتهد على اكتسابها. عشان كده كل دوله اسرار شغل، اسرار مفاعلات نوويه، لانه بيتصرف على الوصول لهذه التقنيه وفهمها مبالغ ضخمه. يعني معنى كده ان المفاعلات النوويه التعليميه او البحثيه ما فيش فيها الحته دي، الجزئيه دي؟ لا خالص، ما تقدرش تعمله. ما تقدرش تعمله، مش مؤهله ليه. فالمفاعل البحث زي عندنا في مصر، عندنا مفاعل قديم في الستينات جبناه، ومفاعل جديد جبناه من كام سنه، 15 او 20 سنه، بحثيه من البرازيل، كلها مفاعلات بحثيه. فبتعتمد على يعني وقود صغير، فبنجيبه بسهوله، بنشتريه من بره، ما بنتعبش دماغنا ان احنا يعني نخصب عشان نشغل بالمفاعل. وفي نفس الوقت المفاعل وحجمه يعني لا يسمح بانك تستثمر في ذلك، يعني بالاضافه للمخاطر السياسيه المعروفه والعسكريه المعروفه يعني. دكتور عبد الناصر، يعني ده انت اشتغلت في الجزئيه المهمه جدا والخطيره في اكتشاف بدايه تكون المواد او الماده في الكون او في الارض. احيانا بتيجي من السماء شهب، واحيانا نيازك، وبيصل منها بعض اجزاء على الارض فعلا وبتبقى سليمه. تمام. شفت انت حاجات زي كده اكيد؟ شفت حاجات زي نيازك مثلا عندنا هنا في مصر في المتاحف؟ شفتها. لكن في فرق يعني بين طبيعه الارض طبعا والحاجات اللي جايه. طبعا نقدر نحدد دي جايه منين؟ طبعا. اولا بالنسبه للنيازك هتعتبر هي اجرام مشكلتها انها بتسير في مدارات الى حد كبير غير منتظمه.
فبتصطدم باي فممكن حاجه. تصطدم باي حاجه في سكتها. هي مشكلتها كده. وانها كتل ممكن صغيره ممكن تتفتت وهي ماشيه، وبتتطاير وهي ماشيه، فممكن تخبط اي حد. فهي مشكلتها كده. لكن هي ميزتها بالنسبه للمجموعه الشمسيه انها بتحضر للمجموعه الشمسيه مواد موجوده خارج المجموعه الشمسيه. اتكونت بره المجموعه الشمسيه، بيسموه زي الحديد مثلا، زي الحديد اللي كنا بنتكلم عنه. فهي ميزتها كده. وبيقال انه يعني مش عايز ادخل في تفاصيل اخرى، لكن انه ماده مهمه جدا، مهمه لشرح طريقه تكون الحياه. لان دلوقتي كل المواد اللي بنتكلم عنها اللي هي المواد الميته. الحياه ما نعرفش تتكون ازاي، لكن في بعض نقول التخمينات بتقول انه هذه النيازك حضرت ماده الامونيا معاها، وهي دي ماده عضويه اللي هي النشادر حضرتها ودخلتها المجموعه الشمسيه، ومنها ابتدت تتكون نقول الحيوات الاوليه او الخلايا الصغيره او الحياه البدائيه او الاشكال البدائيه من الحياه. لكن ده زي الاميبا وغيرها. ده اجتهادات بعض الناس، لكن ما فيش نقول ما فيش جديه، مفيش جزم في الموضوع. دي اول حاجه. وفي نفس الوقت مفيش حد خد الموضوع بشكل علمي ودرسه بشكل علمي رصين، لانه صعب جدا. صعب جدا الدخول في تفسير الحياه، ازاي الحياه ظهرت، صعب جدا تفسيرها. البحث العلمي في المجال ده ممتع وفي نفس الوقت صعب. والابحاث ومناشر الابحاث اكيد له فوائد هايله على مستوى العالم. صحيح. حضرتك كان لك اسهامات ولك ابحاث ومقالات. يا ريت ناخد فكره عن هو خليني الاول اتكلم عن موضوع النشر العلمي، لانه دي مشكلتنا او مشكله ناس كتيره في مصر ومشكله ناس كتيره في العالم الثالث. يعني انه بيبقى عنده مشكله في انه هو بيجري بحث علمي بيطلع بنتيجه ونفسه يطلع ويطلع بنتيجه وعايز ينشر هذه النتيجه. ففي في مجلات علميه معترف بيها معروفه، يعني في الغالب اغلبها اوروبيه وامريكيه. دول اكتر الدول او اكتر المناطق اللي فيها مجلات علميه مشهوره. العلماء من العالم الثالث بشكل عام، وانا بتكلم بشكل عام لانه ليه احتكاك بكل الناس دي، بيواجهوا مشاكل كبيره جدا في النشر في هذه الدول. اول مشكله بتيجي من طبيعه الزام الناس ان تكتب باللغه الانجليزيه. فاغلب الدول دي طبعا اللغه الانجليزيه لغه ثانيه او ثالثه او رابعه، لكن مش لغه اصليه بالنسبه له. فبيبقى عنده مشكله في كتابه البحث العلمي في صيغه صيغه يعني بتلاقي قبول. إضافة إلى سبب تاني ممكن الناس ما تحبش تتكلم عنه، اللي هو في تعالي إلى حد كبير من الدول الأوروبية والأمريكية على دول الجنوب بشكل عام. وفي نظرة إلى حد ما تحفظ إنه أي بحث بيجي من الجنوب لا حطه تحت ميكروسكوب الأول أكتر، يعني وما تسخش فيه الأول لحد ما يثبت العكس، مش العكس يعني. فهي دي مشاكل النشر يعني. لكن بشكل عام طب لو إنه العالم نفسه في جامعة أوروبية وعمل بحث هناك في اي جامعه من الجامعات المشهوره يعني اوكسفورد او غيرها النشر برضو عنده مشكله؟ لا طبعا مبقاش عنده مشكله دام من اوكسفورد او غيرها. خلاص ما انتهينا من الجامعات اللي هي طلعنا من مشكله الجنوب بقى، طلعنا من مشكله الجنوب. لكن ده جاي من جامعه زي القاهره او مثلا او حتى اي شمال السنغال، الجزائر، اي دوله من دول بيبقى في مشكله من النوع ده. لكن ده ما يمنع، ده ما يديش اي مبرر لاي حد ان هو يعني يحاول يبحث لنفسه عن عذر بانه ما يحاولش. لابد انه يحاول لانه محاوله مهمه. في نفس الوقت يعني مثلا هل في سوء نيه يعني بحيث انه الباحث ده او العالم ده المتخصص في جزئيه معينه مهمه قوي وشغله باين عليه حلو، طب نستنى شويه ممكن نستقطبه مثلا؟ بص حضرتك، لو الشغل تطبيقي بمعنى هيطلع منه منتج هندسي او منتج يتباع في السوق ويجيب دخل يعني لصاحبه او للدوله، ده ممكن يكون موجود. لكن لو كان شغل اكاديمي زي اللي انا بعمله ما فيش اي عائد هيجي من وراه غير المعرفه، غير العلم، غير الفهم. ففي الاخر انا كل اللي بعمله مش هيطلع مني منتج ابيعه في السوق يعني، مش هيطلع من ده. فالاتحاد بيبقى حكايه سوء النيه صعبه قوي، لكن بيبقى برضه لا زالت التعالي الغربي بقى على. انا بتكلم وانا عشت في اوروبا يعني 15 سنه واعرف المانيا كويس قوي وما عنديش مشكله في التعامل مع ده. بس انا بتكلم لانه برضه انا عايش دلوقتي في مصر يعني، وفي نفس انا اصلا مصري يعني، وعارف برضه مشاكل العالم الثالث يعني. في تعالي لا زال في نوع من الروح الامبرياليه موجوده في التعامل حتى في المجال العلمي موجوده. هو احنا عندنا تقرير بالفعل عن مرتبط بالبحث المدرسه العلميه ونشوف التقرير ده ونرجع مع حضرتك ان شاء الله. تمام. مع العلم والعلماء نلتقي علماء من بلدي على شاشة القاهرة.
تنوهت المدرسة العلمية المحلية والدولية لعالمنا منذ بداياتها بكلية العلوم جامعة سوهاج إلى العالمية بكلية الفيزياء ومدرستي ماكس بلانك وهيم هولتز الألمانية وجامعة هيروشيما اليابانية، بالإضافة إلى الإشراف والتحكيم لما يقرب من 15 رسالة ماجستير ودكتوراه بالجامعات المصرية. ويتبنى الأستاذ الدكتور عبد الناصر توفيق مبدأ توفير المناخ العلمي على المستوى الدولي المتعارف عليه لتحقيق التنمية وإجراء أفضل الأبحاث العلمية في مصر من خلال التبادل الثقافي والعلمي بين مصر والدول الأوروبية. وعن مجالات التعاون الدولية والأنشطة العلمية وكيفية توفير المناخ العلمي يحدثنا بعض أفراد المدرسة العلمية. دكتور عبد الناصر ساعدني كتير جدا على المستوى العملي، لأن هو شخص نشيط جدا ومهتم جدا بالفيزياء، وطبعا خبرته الطويلة في المجال اللي احنا بنشتغل فيه اللي هو فيزياء الجسيمات أفادتني كتير جدا. زائد طبعا هو فادني كتير جدا في السفر للخارج. كانت أول مرة في التعاون بين المركز اللي احنا فيه اللي هو المركز المصري للفيزياء النظرية وبين مركز في الجامعة برلين الحرة في ألمانيا. تاني مرة كانت السفر لإيطاليا لحضور سكول كان بينظمها مجموعة من العلماء في الفيزياء، منهم جرارتي هوفت الحاصل على نوبل وكان أحد المنظمين وقدمت شغلي قدامه. المرة الثالثة كانت لسيرن المركز الدولي للأبحاث النووية. بعدين حضرت هناك سكول لمدة شهرين. أنا سعيدة جدا بالتعاون معاه لمدة 3 سنين فاتوا، وأتمنى لو كملنا أكتر من كده في الفترة الجاية إن شاء الله. انضميت لمعمل للبارتيكل فيزيكس فيزياء الجسيمات في الولايات المتحدة الأمريكية، ستار في بروك هيفن. المفروض إن أنا هبتدي دراستي في المعمل ده من فبراير 2014، وده كان بمساعدة الدكتور عبد الناصر توفيق. اتعلمت كتير في المجال البحث العلمي منه، وتعلمت اكتر على المستوى الشخصي. زي ما بنقول كده دكتور عبد الناصر توفيق راجل صعيدي عنده كتير من الاخلاقيات اللي لازم نتعلم منها ونحترمها طبعا. كتير من على المستوى الشخصي كانت تجربه جميله جدا انك تتعامل مع شخص يديك العلم وهو مبسوط، يعلمك الصغيره والكبيره، يحترم تفكيرك، يعني يديك نصايح في كل شيء. انا بجد استفدت من تعاملي مع دكتور عبد الناصر توفيق. في الحقيقه انا خريج حاسبات ومعلومات، فطبعا التخصص اللي موجود هنا تخصص فيزيكس، فالدكتور عبد الناصر يعني اداني فرصه ان انا اسافر سيرن جنيف في سويسرا عشان ابدا نشتغل هنا، نعمل حاجه اسمها جريد كومبيوتنج. الجريد كومبيوتنج دوت هو عباره عن مشروع مشترك ما بيننا هنا وما بين سيرن في سويسرا. ده عباره عن ان عندي سيرفرات كتير جدا موجوده هنا عندنا في المركز. السيرفرات ديت المفروض انها بتكونكت او بتتصل في السيرفرات اللي موجوده في سيرن في جنيف، فبيحصل كونكشنز او تبادل للبيانات للتجارب او يعني الاكسبيرمنت اللي طالعه في المصادم الكبير. بيحصل من الاكسبيرمنت ديت داتا كبيره جدا ضخمه جدا، فبالتالي هم عاوزين يوزعوا الداتا ديت على مختلف الفروع او البارتنرز ليهم. فاحنا بناخد الداتا ديت بنعمل منها بروسيسنج، بنعمل عليها بروسيسنج او معالجه البيانات يعني، وبعد كده بنبعت المعالجه ديت مره ثانيه لسيرن عن طريق الجريد كومبيوتنج. بالنسبه الوضع الشخصي او الحاله الشخصيه مع الدكتور عبد الناصر، الدكتور عبد الناصر شخصيه ودوده جدا وشخصيه مميزه فعلا، وانا مبسوط جدا ان انا اتعاملت مع شخص زي الدكتور عبد الناصر. هو فعلا يعني انسان يعني لا يدخر جهدا ولا وقتا ان هو يساعد الطلبه بتوعه في اي مشكله تواجههم او اي استفسار هم عايزينه علميا او شخصيا. اتخرجت سنه 2012 وابتديت اهتمامي او حبي لمجال فيزياء البحث الجسيمات. مش كتير في مصر بيشتغل في المجال دوت في فيزياء الجسيمات. سمعت عن المركز المصري للفيزياء النظريه عن الدكتور عبد الناصر توفيق. كنت سعيده جدا بعد ما عملت الانترفيو مع الدكتور.
كنت سعيده اكتر ان الدكتور قدر يوفر لي منحه في المركز اني اكمل في مجال انا بحبه وعايزه اكمل فيه. حسيت ان الدكتور بيدور فعلا، او من الاسئله اللي دارت في الانترفيو، الدكتور بيدور عن طالب فعلا هو بيحب العلم او عايز يعمل حاجه يقدر ان هو يكرس حياته للعلم دوت يوصل لحاجه تفيد البلد فعلا. سعيده جدا بالتعامل في المركز. في المجال العلمي استفدت كتير. انا جيت المركز من ابريل تقريبا 2013. الدكتور بيهتم بكل حاجه، بكل تفاصيل عندنا في السنتر في مجال البحث العلمي. يعني استفدت كتير من الدكتور بيهتم بكل حاجه بنعملها. كمان دكتور عبد الناصر باله طويل قوي علينا، بيعلمنا بالراحه. هو بالنسبه لنا مش مدير مركز ولا يقدر علينا، بالعكس احنا بنحس طول الوقت ان احنا اسره مع بعض. دكتور عبد الناصر هو الاب لينا على المستوى الانساني، بيهتم بتفاصيل انسانيه لناس كتير لينا، بيهتم بظروف كل حد فينا. علميا دكتور بيحاول كتير انه يوفر لنا فرص اننا نسافر. معظم الطلبه هنا تتعلم من بره، تحاول تربط العلم فعلا اللي بيحصل بره علميا بحاجات احنا هنا بنكملها على المستوى النظري. اتمنى ان انا اكمل اكتر مع دكتور عبد الناصر، نقدر نوصل بحاجه في الاخر لمصر، ان السنتر فعلا يقدر ان هو يحقق فعلا الهدف اللي هو عاوزه. بنزرع، بنتعب، بنبني ونعلم، وكل يوم بنرفع اسم بلدنا. تعالوا نكمل، نشتغل أكتر وأكتر ونجود أكتر. مصر بتتغير بإيد كل واحد فينا. مصر بتتقدم كل يوم بينا. اهلا بيك يا دكتور. دكتور عبد الناصر، يعني لو رجعنا بقى الماجستير بتاعت حضرتك، اخترت موضوع ايه او كان موضوع ايه؟ في نفس موضوع الطاقات العاليه والجسيمات الاوليه. عملت ماجستير في جامعه القاهره وخلصته 1993. 93 كان يعني العنوان كان ايه؟ كان عنوان برضه طاقات عاليه، كان عن تفاعل الليثيوم اللي هو ليه 3 المهم ماده خفيفه يعني الى حد ما مع انويه ثقيله عند طاقات عاليه. طاقات عاليه بمعنى ايه؟ كهرباء، حاجات كهربائيه؟ لا اكتر بكتير. نتكلم عن طاقات يعني نقول فائقه ذريه مثلا، اكتر واكتر، يعني طاقات لا يمكن تخيلها يعني. ودي وارد ان ما دي اللي احنا بنعملها في المعجلات الكبيره دي. ما نقدرش نعملها في معاملنا في اي دوله. فبنبني المكنه الضخمه جدا دي في مكان معين في الدنيا، وبيحصل تعاون دولي. عشان كده شغلنا كله دولي يعني، لانه ما فيش دوله ممكن يعني مستعده تصرف المبالغ الطائله دي يعني ده تعاون دولي في الجزئيه. طبعا لو اديت مثلا رقم على مثلا المصادم الهيدرولي الكبير اللي اتكلمنا عنه في البدايه يعني، تكلفته بتعدي ال 10 مليار يورو. مليار يورو يعني ميزانيه الدوله. طبيعي 10 مليار يورو. فتكلفه عشان نعمل عليه تجارب. تجاربنا هنا بنروح نطبقها. احنا ودول ثانيه كتير طبعا، مش احنا لوحدنا يعني، مش احنا يعني فقراء عشان كده بنروح نعمل هناك يعني. كل الدول بتعمل ده يعني، في تعاون. عشان كده لما نقول الفرق المصريه المنضمه للمصادم الهيدرولي الكبير، لان الدوله المصريه يعني عندها الرغبه حاليا، عندها الرغبه في انها تعقد اتفاقيه دوليه مع المركز الاوروبي. ده حصل، وتوقعت الاتفاقيه في 2012 عشان تسمح لنا بان احنا نستعمل الامكانيات الموجوده. في 2012 بعد الثوره. بعد الثوره طبعا. احنا عندنا دايما ثوره باستمرار يعني في المجال العلمي يعني. مش هينفع نتوقف لاسباب تخص عدم الاستقرار او غير الاستقرار او انت في 2012 بالتحديد، انت حضرتك حصلت على اعلى شهاده علميه. ايوه TSC. دي ايه؟ ناخد فكره عنها. دي شهاده بياخدها الحاصل على الدكتوراه بعد سنين طويله من حصول على الدكتوراه، اذا اضاف للعلم شيء.
اذا عمل اضافه علميه، فهي تعتبر يعني زي استاذيه كده اكتر من اضافه علميه مميزه اكتر. فهي يعني اعتقد الاستاذه امال فهمي كانت بتسميها كده يعني دكتوراه الدكتوراهات. فاسم لطيف يعني، ولا اذكرها الاستاذه امال. كانت ايه بقى الموضوع؟ كان هنا في الموضوع كان بيتكلم عن الفيزياء الفيزياء معاها الرياضيات الاثنين مع بعض. ايه الرياضيات الهندسيه دي يا دكتور؟ هي الرياضيات اللي يحتاجها المهندس في مهنته بشكل عام. اي مهندس لابد في اي تخصص، لابد يتعلم علوم اساسيه مهمه جدا، كيمياء وفيزياء ورياضيات. فالرياضيات ممكن نعلمه احصاء، ممكن نعلمه رياضات اخرى بيحتاجها في مهنته. احنا في المهندس بنخرج مهندس مهني يعني، فلابد انه يكون عنده ادوات المهنه. فالرياضه اللي بعلمها له ما هيش الرياضه العاديه البحته اللي هي بتخص مثلا حلول معادلات بطريقه بحته وتفكير الى حد. الهندسه الفراغيه والحاجات دي داخله في المساله، ممكن تبقى مهمه بالنسبه له عشان التخيل، لان المفروض المهندس يكون عنده ملكه التخيل. فممكن تدخل دي، فهي شويه تخصصات من الرياضيات يعني مرتبطه بشغل الهندسه، بالظبط. والهندسه هنا بقى يعني شغل الهندسه هنا المرتبط بالفيزياء هيكون في ايه بالظبط؟ في المنشآت واكتر مفاهيم واكتر مفاعلات هي الفيزياء زيها زي الكيمياء زيها زي الرياضيات علوم اساسيه، لابد ان كل الناس تتعلمها. عشان كده دي مهم جدا الدوله يعني توفر استثمارات في العلوم الاساسيه دي، لانه بدون دي هيكون عندك الطبيب ما يعرفش مثلا يحسب، مثلا طبيب وبيعالج مرضى ما يعرفش يحسب مثلا يجمع ويطرح، مشكله يعني او ما يعرفش يعني يتعامل مع الإضاءة. عالم فيزياء لما يعمل منشاه زي اللي هي القطر الدايره بتاعتها 27 كيلو متر دي، حسبها ازاي؟ ما هو عشان كده ده الارتباط هنا. بنقول لحضرتك ان العلوم الاساسيه ضروره جدا لاي دوله في الدول. لازم نوفر تعليم اساسي مهم، بعدين هيجي التعليم المهني، بعدين هيجي التطبيق، بعدين هيجي الانتاج، بعدين هيجي الابداع، ده كله بيجي من ده. فلهذا السبب لابد من دراسه الرياضيات. والدوله المصريه في الاخر ما حدش ممكن ينكر انها عندها رغبه وعندها وعي باهميه، عندها كوادر زي حضرتك، وعندها كوادر واستثمرت على مدى سنين طويله في توفير تعليم اساسي للناس. انا بتكلم عن تخصصات على الاقل. فاهميه الفيزياء زي الرياضيات زي الكيمياء زي ممكن الجيولوجيا مهمه لانها دي بتبني او عليها بيتم البناء بعد كده يعني. ما ينفعش من غيرها ما ينفعش لازم. كانت الدكتوراه الاولى بقى كانت سنه كام يا دكتور؟ كانت سنه 99 وكانت في المانيا، وبرضه في نفس التخصصات يعني في نفس تخصص الطاقات العاليه. ساعتها كنا برضه بنشتغل مع سيرن اللي هي الموجوده في جنيفا، بس ساعتها كان عندها المصادم بتاعها كان اصغر من اللي في دلوقتي يعني كده، هم بيغيروا المصادم. طبعا هي سيرن منشأة يعني فكرتها لطيفة يعني لو حبينا نتكلم عنها بسرعة يعني. هي تم إنشائها سنة 1954 في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة. يعني كانت أوروبا لسه مكسرة ومدمرة، وبينها وبين كل دولة والثانية عداوات يعني لا حصر لها. يعني أنا ما أعرف ألمانيا كويس وكلنا نعرف ألمانيا وفرنسا يعني. هتلر دخل حتى باريس ويعني وكسر الدنيا بالظبط كده. فكانت الفكرة إنشاء مركز علمي في مكان بعيد عن المشاكل، فاختاروا سويسرا عشان دوله في الفتره دي كانت اسمها دوله مع الحياد او محايده. اللي هي تابع حلف الاطلنطي وتابع حلف وارسو ساعتها. فسويسرا كويسه ونعمل فيها مكان، وبحيث نجيب شويه العلماء يقعدوا مع بعض. الفكره دي تطورت ويعني وكبرت وبقت دلوقتي بتضم كل دول الاتحاد الاوروبي، وبقت اكبر مركز في الدنيا، وبقت مركز فعلا كل الدول بتعتبره اداه من ادواتها السياسيه. لانه طبعا يعني او في الاخر دوله او الاتحاد الاوروبي بشكل عام يعني لما يكون هو المشغل لهذا المركز الضخم جدا، وكل الدول بتتمنى التعاون معاه، ما هي دي اداه سياسيه. صحيح. ما دي اساسيه. ما هي السياسه ما هيش مجرد يعني الحاجات الهارد، الحاجات الصعبه زي الحروب او زي الاسلحه. في اسلحه ثانيه، الاسلحه الناعمه من ضمنها الاسلحه العلميه. في هنا حته خطيره جدا يعني. احنا حضرتك وغيرك من العلماء في العالم عملوا تجارب واستخدموا الطاقات العاليه دي وراحوا نفذوها في سويسرا. يعني بعد كده ما انت خلاص هي تجربه وعدت، انت مش هتقدر تستخدم ده في بلدك مثلا. لا انا اقدر
يعني انا بعملها رغم ان انا قلت الاول عن الاستثمار كان رقم ضخم 10 مليار. فالسؤال كان ممكن العادي حد يساله طب ايه الدوله المجنونه او الدول المجنونه اللي تصرف 10 مليار على شيء مش هيطلع زي ما حضرتك بتقول في اي منتج في الاخر؟ يعني هي بيطلع منها منتجات غير مباشره. يعني هذه الابحاث الفائقه من الناحيه التقنيه بتطلع منها منتجات غير مباشره. تنفيذ هذه الاله اللي اتكلمنا عنها في النفق ده تحدي هندسي ضخم جدا. دي تعتبر اكبر آلة تم انشائها في طول عمر الكرة الارضية. الحجم ده يعني اكبر من مثلا سور الصين العظيم. انا كان سؤالي من منظور تاني خالص. انا هنا في مصر اهو وعملت بحث وعاوز استخدم الطاقة الفائقة دي، ورحت سويسرا استخدمت الطاقة ووصلت لنتيجة معينة. عاوز اطبق ده عندي، مش هقدر لانه ما عنديش التكنولوجيا دي، مش موجودة عندنا. لازم اروح لهم الاول وهم عشان يسمحوا لي ان انا هم اكيد في موافقات وفي بالظبط. هو ده اللي بيحصل. يعني البحث العلمي مجرد بحث ورقي لغايه لما يروح هناك ويتنفذ وخلاص. هو بايديهم بقى ان هو يخرج او ما يخرجش؟ لا مش بايديهم. ازاي؟ لا مش بايديهم. لانه يعني لانه زي ما قلت نوعيه الابحاث هي ابحاث اكاديميه، بمعنى يعني مش متوقع منها اولا لا استخدام عسكري ولا استخدام مادي او استخدام اقتصادي. مش وارد فيها ده. ولو حصل انه حد توصل حاجه لها مردود اقتصادي، مردود اقتصادي في شويه قواعد لتوزيع الامور دي، فالامور دي مستقره. يعني في الناحيه الثانيه بتكلم دلوقتي عن اتفاق دول. يعني دلوقتي انا لما اتعاون مع سويسرا مش بتعاون باسم عبد الناصر توفيق، بتعاون باسم مصر كلها. فمصر كلها ورايا ومعايا، وانا لازم احافظ على سمعه مصر في كل شيء بعمله. يعني في نفس الوقت هناك هم بيحافظوا برضه على اتفاقياتهم وكلمتهم مع الناس. معايا، فهي تمشي بالطريقه دي. توقعات البحث العلمي في الطريق ده، في السكه دي، ممكن يوصل لايه؟ رؤيه مستقبليه في السكه دي. نتمنى نفهم ازاي الكون بدا، لان ده سؤال كلنا مش عارفين نجاوب عليه او ما حدش عارف يجاوب عليه. نظريتين الكبار في الكون انه انفجار عظيم او نجمين خبطوا في بعض، واحد تفتت والثاني فضل. الاثنين موجودين على الترابيزه وكلهم يعني ليهم كل الاحترام، علميا وعقليا مقبولين، لكن لسه ما فيش الكلمه الاخيره ما طلعتش. يعني الكلمه الاخيره ما حدش قالها انه ده الصح او دي الحقيقه ودي مش الحقيقه. الاثنين مطروحين وكل ده مطروح. يعني وفكره نهايه الكون برضه، هل هو امتداد وتشتت ولا اندماج؟ برضو كل ده مطروح يعني كتوقعات علميه معينه. ما فيش اي حاجه تثبت او تنفي حاجه من الاثنين، كل ده موجود. يعني فاحنا في اطار وصولنا للفهم ده. طيب هل كل الجهد كله لمجرد فهم احنا جينا ازاي وهنمشي ازاي؟ انا هقول من ناحيه، نقول الناحيه الحضاريه. يعني انا ممكن اوصف الحضارات بشكل عام. هي الحضاره بتجاوب على اسئله مهمه، من ضمنهم في تصوري 3 اسئله مهمين. احنا جينا منين؟ نعيش ازاي دلوقتي سعداء مزدهرين في مرتاحين في سلام وامن، ورايحين فين؟ دي اكيد كل البشريه عايزه تعرف احنا رايحين فين. يعني الغيب بحث عن الغيب. فنسيب الغيب للدين. خلينا يعني نتكلمش فيه دلوقتي في الحاضر. خلينا في الحاضر والماضي. دول العلم اللي في ايدينا العلم يتقاطع فيهم الى حد ما مع الدين. يعني او مش يتقاطع بمعنى يتعارض، لكن يتفق او ممكن يحصل توازن. يتآزر بالظبط، يتآزر العلم والدين في الاجابه على السؤالين دول. جينا منين ونعيش ازاي حاليا سعداء. يعني فالحضارات بشكل عام بتحاول تجاوب على الاسئله دي. فاحنا اذا عرفنا نجاوب على الاسئله دي، خلينا السؤال الثاني، ازاي نعيش سعداء؟ ازاي نعيش في حضاره مريحه؟ ازاي حياتنا تبقى سلسه؟ ازاي كل المشاكل نحلها؟ ما هو ده العلم اللي يحل ده. يعني فاحنا ممكن في تخصصاتنا العلميه اللي احنا بنعملها بنتكلم عنها، قد تبدو الى حد ما تخصصات نقول يعني اكاديميه اكتر من اللازم، الا انها بتمهد لفهم اكتر، بتنير العقل. يعني بتدرب العقل على اكتر. يعني حتى من ضمن لطائف الادب العربي، وحضرتك طبعا استاذنا، يعني الله يخليك، انه العرب بيطلقوا على علم الحساب علم الرياضيات. بيشبه علم الرياضه العاديه، اكنك بتمرن عقلك في وقت انت مش محتاج تمرنه، عشان لما تعوزه
تلاقيه متمرن اصلا وجاهز. فهي اكنه تلاقيه في الفورمه بالظبط، خليه في الفورمه بالظبط كده. يعني بنحاول نخليه في الفورمه بالظبط عشان لو لو عزلنا يلاقي شغال يبقى ما يبقاش ما حصلوش توتر عصبي تلامذتك يا دكتور. تمام. يعني شفنا بعض منهم في التقرير. شايف ابناء مصر العلماء الشباب الصغيرين شايفهم ازاي؟ انا اقول لحضرتك في الاول، هو يعني انا لما قعدت في المانيا حوالي 15 سنه، اشتغلت في كل الجامعات، اغلب الجامعات الكبيره في المانيا يعني، ورحت اليابان، قعدت سنه في اليابان، وبعدين قلت هرجع مصر في 2006 2007. كان بهدف حاجه، انه يعني كنت اتمنى او كنت ناوي ان انا اعمل مدرسه في مصر، مدرسه علميه في مصر تخصني وتوفر للشباب اللي في مصر ما يبحثون عنها. اطلع من ذهن الشاب في مصر انه عايز يسافر عشان يتعلم. انا عايز اقول له ممكن تتعلم وانت موجود هنا على نفس المستوى اللي موجود بره، وممكن وافضل. انا عايز اجيب له بره هنا، مش هوديه بره يتعلمه. وخاصه انه اصبحت يعني التواصل العالمي اصبح متاح. ما اصبحش مثلا عشان اسافر باريس اركب مركب اقعد فيها مثلا كذا شهر عشان اروح باريس. يعني دلوقتي بقى بتاع باريس بيجيني مكتبات تحت، فهي الفكره كده على الكيبورد بتاع تمام. دي اول هدف. الهدف الثاني كان انه باعتبار ان عشت سنين طويله في شمال العالم، نقول كده اوروبا شمال العالم، فكان بالنسبه للفتره الطويله دي جنوب العالم مظلم، مفيش نقاط مضيئه فيه، مفيش اماكن نشطه فيه. انا كنت عارف كده رغم ان اصلا انا من الجنوب، فكنت عارف كده. فبالتالي لما اشوف الشمالي اللي هو الاوروبي والامريكاني لما ينظر لنا على اننا مناطق مظلمه، ممكن اجيب له عذر. فكنت مصر ان نكون في القاهره منطقه مضيئه، القاهره تكون مكان كل حد لما اي حد في الدنيا يفكر يتكلم عن مثلا التخصص ده يفتكر انه في مجموعه هنا فلان موجود في مصر، في المجموعه الفلانيه موجوده في مصر، في الناس دول بيعملوا شغل، الناس دول بينتجوا، الناس دول ممكن يتعاون معاهم. فكره ان تكون شريك لهؤلاء في التخصص ده. فاعتقد انه خلال الست سنين اللي فاتوا دول يعني عدد الطلبه اللي اشتغل عندي كبير جدا. منهم ناس مشيت اصلا، يعني اشتغلت عندي ومشيت راحت اماكن اخرى. في ناس راحت فرنسا، ناس راحت جنوب افريقيا، ناس راحت انجلترا، وفي المجموعه الحاليه، وفي مجموعه هتيجي غيرهم بعد كده. فهي المفروض سلسله طويله من الناس بتمثل بالنسبه لي تحقيق لرساله انا حاططها لنفسي، اللي هو مساعده المصريين، مساعده الشباب المصري على انه يتعلم ويؤدي ويبحث ويؤدي العلم ده بنفس المستوى الدولي وبنفس الجوده، وكل واحد فيهم بيخضع ل سلسله طويله من نقول الغربله والاختبارات علشان يثبت نفسه. لان البحث العلمي اصلا اذا كنت يعني مطلوب منه شويه صفات معينه، هذا العالم او هذا العالم الشاب عشان يكمل طريقه في مجال البحث العلمي، مطلوب منه المثابره، مطلوب منه انه يتغاضى الى حد كبير عن العائد المادي، وضوح الرؤيه، مطلوب منه لازم يكون واضح الرؤيه، في نفس الوقت يتبع منهج معين في العمل، ومنهج معين في الكتابه، منهج معين، مستوى معين من الامانه، مستوى معين من تقدير الناس، انه مستوى معين من انه لا يبحث عن الاعذار، ما يجيش يدعي اي عذر من الاعذار، ما يجيش يدعي اي مشكله من المشاكل دي كلها مش هتحل. ما ينفعش. مش لو دخلنا في الاعذار مش هنخلص، لو دخلنا في التبريرات مش هنخلص، لكن لو دخلنا برضه في عدم الامانه، وعدم الامانه بمعنى لان دي بالنسبه لي بتنعكس على الامانه العلميه. لما تكون امين في الحياه، امينك بشكل عام، يعني بغض النظر سرقه ابحاث او بالظبط بالظبط ان دي مشكله موجوده عندنا للاسف الشديد، انه في ناس بتستسهل ده. فهو المفروض الشباب اللي بيشتغلوا معايا المفروض يتعلموا ده، المفروض يمارسوا ده. ده مش مع حضرتك بس، ده المفروض اي شاب يدخل في هذا مضمار البحث العلمي حتى يكون عالما لازم يلتزم هذه المبادئ. لكن خليني اتكلم عن اللي اقدر اتحكم فيه، لانه برضه انا ما عنديش يعني قدرات خارقه، عندي قدرات الناس اللي اقدر اتحكم فيها. لا وان شاء الله هم يبقوا هايلين باذن الله. بس هو الوقت بتاعنا خلاص، احنا معانا تقرير مهم جدا هنشوفه مع حضرتك ثم نعود للمتابعه باذن الله. هنقوم بقى عشان التكريمات. تم انتخابه عضوا في الأكاديمية الدولية للعلوم التابعة لليونسكو، وهو عضو أكاديمية العلوم الدولية بتريستا الإيطالية، وعضو الجمعية الفيزيائية الألمانية والفيزيائية الإيطالية
والأمريكية، ومحليا عضو نقابة المهن العلمية، ورئيس الفيدرالية المصرية لعلماء الجسيمات الأولية منذ 2011. مزيد من التقدم لعلمائنا الشبان، وتستمر الرحلة. علماء من بلدي، عام جديد على شاشة القاهرة. وتمضي الأيام وتمر السنون والعلماء يهنئون. بمناسبة حلول العام الجديد، بتمنى أنا وباقي زملائي من علماء وباحثين مصر إن احنا فعلا نكون قادرين على تلبية احتياجات البلد من تنمية اقتصادية حقيقية. بنهنئ شعب مصر كله بالعام الميلادي الجديد، وكل سنة وانتم طيبين، وبنخص بالتهنئة العلماء والباحثين في المعاهد البحثية، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة على المصريين والعلماء والباحثين إن شاء الله. للجميع بكل التوفيق بإذن الله. بمناسبة السنة الجديدة أنا بيسعدني تهنئة المشاهدين بالعام الجديد، وبتمنى لهم سنة سعيدة 2014. أحب أهني مصر كلها بالعام الميلادي الجديد، إن شاء الله يكون السعادة والرخاء بإذن الله. كل سنة ومصر جميعا. أتمنى أن العام ده يبتدي بالعمل وتستمر رحلتنا. علماء من بلدي، القناة الثالثة، قناة القاهرة، تردد 11-22-7 أفقي نايل سات. زمن الحلم الجميل، دنيتنا أحلى منه. كالعادة أعزائي المشاهدين، الوقت مر سريعا مع عالمنا الجليل الفيزيائي الكبير الأستاذ الدكتور عبد الناصر توفيق، وكان نفسنا الوقت يمتد لأكثر من ذلك، لكن هكذا الحياة يا دكتور. سعدنا بيك على مدى الدقائق اللي فاتوا، ونشكرك ان انت فاضت لنا وقتك. الله يخليك. وقتنا بهذا اللقاء، ويبقى بقى اللمسة الفنية من الفنان الجميل أستاذ إبراهيم شكري. اتفضل أستاذ إبراهيم. شرفتنا يا دكتور، وده إهداء بسيط من أسرة البرنامج. الله يخليك، متشكرين جدا فندم. شكرا. أحييك أستاذ إبراهيم على الله يخليك. المرة دي أعتقد إنها متميزة. الله يخليك. الدكتور بقى يعني تأثيره قوي. طبعا الكيمياء. والكيمياء والفيزياء. صحيح. دكتور عبد الناصر، كلمة ختامية تقولها لمصر. الكاميرا مع حضرتك. يعني مطلوب من كل مصري انه يؤدي يعني دوره. ممكن الدور ده يكون حد رسمه له او هو رسمه لنفسه، بس هو يشتغل يخلصه يعني. تنصحه بايه؟ يلتزم بانه يلتزم ويعتبره التزام نقول قدام ربنا، يعني انه ينفذ الرساله اللي هو حددها لنفسه او اتحددت له يعني. يراعي ربنا في كل الاحوال. شكرا دكتور عبد الناصر. شرفتنا يا فندم. الله يخليك يا فندم. شكرا. شكرا ابراهيم. شكرا. شكرا. نشكركم اعزائي المشاهدين، على وعد بلقاء قادم ان شاء الله. حالفين لنمحي المستحيل، ما هو يا الامل يا ما فيش بديل، لو مهما قالوا الليل طويل، ما فيش في وقت الجد نوم، خلي بكره احلى يوم، بايديك هتتحدى الغيوم، خلي بكره احلى يوم، دي الشمس بتطلع كل يوم، قادرين نخلي الضلمة نور، ونعدي من فوق على سور، كل التروس لازم تدور، مفيش في وقت الجد نوم، خلي بكرة أحلى يوم، بإيديك
نتحدى الغيوم. خلي بكرة أحلى ودي الشمس بتطلع كل يوم. خلي بكرة أحلى ودي من النهارده مفيش فات من اللي فات. الحب يعمل معجزات. مفيش وقت الجد نوم.